لو بتدور على فيلا في اسكندريه يبقى كومباوند بالم هيلز، اكبر كومباوند فيلات في اسكندريه الجديده. طب ليه بالم هيلز؟ الحقيقه مش علشان انها براند كبير ومن اكبر 5 شركات في الماركت، ولا علشان مشاريعها اللي مغطيه مصر كلها من سنه 97 سواء في القاهره او اسكندريه او ساحل والسخنه، ولا علشان صاحبها ياسين منصور صاحب اكبر توكيلات السيارات والعلامات التجاريه. لا خالص، مش ده اللي يخليك تشتري في بالم هيلز اسكندريه. اللي يخليك تشتري في بالم هيلز اسكندريه هو ده مخطط اسكندريه الجديده اللي هيحول المنطقه دي لأهم مناطق اسكندرية كلها. وده يخليك تفهم ليه براند كبير زي بالم هيلز أول مشروع ليه في اسكندرية يكون هنا، وليه المكان ده بالتحديد. مشروع على مساحة 152 فدان، وعلى الرغم من المساحة الكبيرة إلا إن نسبة الإنشاءات لا تتعدى 35%، فطبعا الكثافة هتكون قليلة جدا، غير إن 85% من المشروع فيلات. فحقيقي انت هتضمن افضل خدمه وجوده ممكنه. كمان كل التايبس موجوده من ستاند الون لتوين هاوس لتاون هاوس وتسيرا، والشقق عندنا ارضي و6 ادوار، وده يبين قد ايه المطور مهتم بالعملاء وراحتهم وانهم فعلا يتقدم لهم افضل خدمه ممكنه. نيجي بقى لاهم نقطه في المشروع وهي الجرين سباين، ودي العمود الفقري للمشروع لان حواليها كل الخدمات اللي هتحتاجها من جيم وكلاب هاوس وحمامات سباحه وملاعب بدل وباسكت، فحرفيا كل اللي هتحتاجه هتلاقيه جوه الكومباوند. ما ننساش ان هيكون في موجود تاني ارقى مدرسه عالميا هي مدرسه كينج سكول، بالاضافه لمول كبير جدا هيكون فيه اشهر البراندات. بالم هيلز اسكندريه حقيقي مشروع كبير لمطور كبير غير فكره التطوير العقاري في اسكندريه. بجد لو بتدور على فيلا تشتريها في اسكندريه مفيش احسن من بالم هيلز. انا راجل اسكندراني، اتربيت هنا وعشت هنا، مش هزايد واقول قد ايه انا بحب اسكندريه، لكن اقرب مشروع لقلبي هو مشروع اسكندريه.